أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست إديونيس واللي بنتكلم فيه عن التطوير اللي بيحصل في مجال التعليم في مصر. وفي حلقة النهاردة هنتكلم عن مشروع عمل طفرة كبيرة في مجال التعليم وهو مشروع سكولز. بس في الأول خلوني أرحب بمستر حسني أحمد CEO of أهلاً Schools. أهلا بحضرتك. أهلاً وسهلاً، ازيك؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله، الحمد لله. حضرتك منورنا النهاردة ومتحمسين جدا للحلقة وللإنفو اللي حضرتك اتعرفتنا بيها. والله ده شرف كبير جدا إن أنا يعني كنت مدعو معاكم النهاردة، شرف وأتمنى إن ليا الحلقة تبقى كويسة إن شاء الله كل الناس إن تستفيد. شاء الله. اوكي، احنا حابين نبدأ ان احنا نعرف ان طبعا كل مشروع بيبتدي بان كان فيه مشكلة وبندور له على حل، صح. فاحنا عايزين نعرف ايه المشكلة اللي واجهت حضرتك عشان تفكر في فكرة سكولز. هي المشكلة مش كانت بتقابلني أنا لوحدي، يعني اوكي. المشكلة دي كانت بتقابل كل ولي أمر أو كل حد عنده أولاد. اوكي. المشكلة إن هي مسألة توصيل ولاده للمدرسة. تمام. مسألة توصيل ولاده للمدرسة كانت عبء كبير جدا، خصوصا بالنسبة لأولياء الأمور اللي كانوا بالنسبة لهم تكلفة الباص المدرسة غالية جدا، أو باص المدرسة ما بيغطيش المكان اللي هو ساكن فيه، فبيضطر إن هو يعتمد على أكتر من خيار، إن هو يعتمد يا إما يودي ولاده بنفسه أو المدام توديها بنفسهم، وده كان بيأثر كتير على الشغل أو مواعيد الشغل أو التزاماته الشخصية. اوكي. بلس إن هو كان بيعتمد على الطرق التراديشنال، إن هو يهاير عربية ملاكي أو باص، وده كان بيقابل إن مثلا العربية حصل فيها مشكلة فعلى مدار السنة، أو السواق حصل فيه مشكلة فبقى بيضطر إن هو يعيد الكرة من أول وجديد، اوكي. وبرضه التكلفة بتاعتها كانت كبيرة جدا. تمام. فعشان كده كانت دي المشكلة اللي كانت بتقابلني أنا شخصيا وبتقابل كل اللي حواليا. اوكي. فابتدينا نعمل فاليديشن على السوق، وابتدينا نشوف ان مش احنا بس اللي شغالين على نفس الموضوع، وكتير من اولياء الامور بيبقى نفس القصة ونفس المشكلة اللي بتقابلهم قبل اصلا تفكيرهم هيعملوا ايه في السنة الجديدة بالنسبة لاولادهم يعني. اوكي. طب انتوا بدأتوا ان انتوا في الاول بتاتراكت البيرنتس ولا بناتراكت السكولز؟ يعني كانت الفكرة ان هي بنساعد مين في الاول؟ والله احنا في الاول كنا ان احنا شغالين من اتراكت بس البيرنتس، شغالين كبي تو سي. هي دي كانت الفكره اللي احنا نازلين بيها، ان احنا نخدم اولياء الامور. يمكن احنا بدانا في فتره كانت حساسه جدا، هي احنا فتره كورونا. عارفين فترة بالظبط، كورونا. يعني احنا لسه بنبدا البروجكت في 2020، احنا بنبتدي ديفلوبر شغالين، هوب كورونا. طب هنعمل ايه في خلاص المشكله دي؟ طب هنقفل بقى. هنكمل هنقفل؟ فده كانت فرصه كمان ان احنا نشتغل، وكانت اوكي. فرصة كمان ان احنا نفكر بشكل عقلاني ايه الابليكيشن او الويب سايت بيدي عوامل ايه لاولادنا اكتر. واحنا كاولياء امور كان تفكيرنا كمان ازاي ان احنا نوفر لاولادنا ذات نفسهم الامان الاكبر. وحتى لما نزلنا في كورونا، كانت بعد كورونا، دي اول سنة بعد كورونا، كانت فرصة بالنسبة لنا كذلك ان احنا نتست الخدمة بتاعتنا، وايه اوكي. اللي ولي الامر محتاجه اكتر، ايه اللي ممكن يطمنه اكتر من ناحية الشركات الخاصة. اوكي. ودي يمكن كانت فرصة بالنسبة لنا كبيرة جدا يعني. طيب من ناحية بقى الطمأنينة والتراست، صحيح. ازاي you gain the trust of parents ان انتوا يعني ما يروحوش مع باصات المدرسة بس يروحوا مع سكولز؟ احنا يعتبر احنا مش بس يعني مش بس ان احنا مش عايزينهم يكونوا لا، مع باص المدرسة وكذلك مع سكولز. احنا بنقدم لهم الخدمة بشكل كبير جدا، اقل من باص المدرسة بحوالي من 25 ل 30%. اوكي. بيقدر يقسط المصاريف على مدار السنة الدراسية. حلو بلس جدا. ان هو كمان عنده فرصة ان احنا كمان مش شغالين بي تو سي حاليا. احنا من بدايتنا الحمد لله الخدمة اللي قدمناها لولي الامر على الارض بعد شهر مباشرة من انشاء الشركة، كنا كمان جذبنا نظر المدارس بعد شهر كنا بعد ماضيين شهر مع. ده بالظبط، achievement. الخدمة كواليتي اللي احنا بنقدمها، العربيات والباصات اللي بنقدمها، التكنولوجي اللي احنا بنقدمها بنطور فيها ازاي. فدي كمان جذبت المدارس. احنا دلوقتي بالنسبة لولي الأمر احنا مش بس شركة خارجية، لكن احنا كمان بنقدم، احنا باص المدرسة في أكتر من 12 مدرسة. فهو دلوقتي مطمن أكتر، بلس إن هو كمان فعلى الآب احنا بنوفر له عوامل كبيرة جدا، إن هو بيقدر يبقى من بداية الرحلة خالص عارف مسار الرحلة. قبل اوكي. الباص ما بيوصل بربع ساعة بيجي له نوتيفيكيشن ان الباص قدام ربع ساعة بيوصل. اول ما بيوصل تحت البيت كذلك بيقدر يتراك الرحلة من البيت لغاية المدرسة، بيشوف سرعة العربية، بيقدر يطلع على الأوراق القانونية الخاصة بالسواق، سواء رخصته، رخصة العربية، الفيش والتشبيه اوكي، وتحليل دي حاجة المخدرات. مهمة جدا بصراحة. بالظبط. واحنا مش بس بنعتمد على تحليل المخدرات اللي بنعمله في بداية السيزون، لكن على مدار السنة بيبقى فيه تحليل مخدرات عشوائي على مدار لكل السواقين.
كذلك إن إحنا كمان في الباصات، في العربيات الملاكي بيقدر السواق يقدر يكنترول الأولاد ال3 أولاد اللي معاه، لكن في الباصات بيبقى بنحط مشرفات، بلس إن في كاميرات جوه الباصات بيقدر يشوف ابنه أوكي، في ذهابًا كاميرا جوه وعودة. الباص. بالضبط. إحنا يمكن كمان عندنا كمان SaaS product دلوقتي بنقدّمه للمدارس كتكنولوجي خاصة بschools يقدر يقدّمها، يتابع بيها خطوط السير للمدارس اللي عندها الفليت أو الباصات الخاصة بيها، يقدر يبقى عندهم dashboard شايفين الباصات بتاعتهم رايحة فين وجاية منين، شايفين إيه اللي جوه الباص، سرعتها عاملة إزاي، أوكي. بيقدّموا لولي الأمر كذلك الapp اللي يقدر يتابع بيه ابنه الحضور والانصراف، نبقى عارفين أكتر عن المشاكل اللي بتحصل في الباصات. أوكي، ده بصراحة موديل حلو شكرًا. جدًا. طيب إحنا عايزين نعرف طبعًا أي مشروع بيواجه challenges، فإيه الchallenge اللي الschools واجهتها يعني، كانت إيه أصعب حاجة بالنسبة لكم؟ هي أصعب حاجة زي ما أنا ذكرت من شوية هي فترة كورونا، أوكي. يعني دي أكتر حاجة صدمتنا الteam ذات نفسه، طب إحنا هنكمّل مش هنكمّل، بس كانت فرصة كويسة جدًا، إن إحنا حتى أوكي. لمّا ابتدت مؤشرات إن المدارس هترجع، كانت في فرصة كويسة للschools إن هي تعمل marketing بشكل كويس، خصوصًا في الوقت ده كان أغلبنا كان بيقضّي وقته على السوشيال ميديا، وبعد كده فعشان كده أول ما نزلنا كان الneed والطلبات كانت كبيرة جدًا بالنسبة للschools، بس إحنا قدرنا نحجّم الموضوع ده إن إحنا نشتغل بشكل مش عشوائي، منظّم، ونقدر ناخد الطلبات بشكل كويس، نعمل الroutes كمان الdashboard بتاعتنا بتحدد إن ولي الأمر لمّا بيشترك عليها بتحدد عدد الأولاد لنفس المدرسة، ما بناخدش أوكي. أكتر من مدرسة، نفس المدرسة، فبيحددوا تبقى الroute صغيّرة على الأولاد، وفي نفس الوقت متطمنين على ولادهم إن هم بيوصلوا بأمان، أوكي. وعندهم خدمة عُملا بيتواصلوا معاها على مدار ال24 ساعة. تمام. أوكي، طب بعد ما schools بدأت وعملت الlaunch وخلاص بدأت صحيح. تشتغل، حسيتوا إن في إقبال سريع حصل إن الناس هي اللي بتكلمكم، إن هُم اللي محتاجينكم سواء كان B2B أو B2C؟ كانت B2C، يعني كانت B2C وفعليًا أوكي. إحنا ابتدينا كان في إقبال كبير جدًا، إحنا ما كناش متوقعين حاجة زي كده، وكان الteam محتاجين نكبّره، فعشان كده ابتدينا نكبّر الteam وبالquality بتاعة الاختيار كمان الteam، الhiring ذات نفسه للteam مهم جدًا، أوكي. إنِّك أنتِ بتختاري ناس تكون مؤمنة بالفكرة، أكتر من إن هم شطّار، و ويمكن دي أكتر حاجة اللي إحنا بنختاره في الشركة، هو إن هو جزء من العيلة بتاعة schools، جزء مننا. أوكي. عايز يكمّل ويكمّل حلمنا، وده اللي فعليًا بقينا بنشوفه دلوقتي في الteam. أوكي. طب هل بعد ما بقت schools معروفة دلوقتي، حسيتوا إن أنتم عملتوا تغيير في فكرة الأهالي نقل المدارس من البيت للمدرسة؟ بُصّي، هو يعني على الرغم من الإنجازات اللي حققناها كschools، لكن إحنا حاسين إن إحنا لسه ما عملناش حاجة. هو السوق أوكي. كبير جدًا، إحنا عندنا الmarket share لسه فيه، إحنا عطشانين إن إحنا ناخد أكبر من الmarket share اللي إحنا شغالين. الحمد لله بنكبر بشكل كبير جدًا، إحنا دلوقتي بنخدم أكتر من 3000 طالب، أوكي. وعندنا أكتر من 12 مدرسة، بخلاف كده إن إحنا ما بقيناش بس مع ولي الأمر في توصيل ولاده للمدرسة، لكن هم كمان بقى عندهم ثقة فينا إن إحنا مش بس نوصّل ولادهم للمدرسة، لكن إحنا بقينا معاهم كمان في توصيلهم للكورسات وللتمارين، مش أوكي. بس في خلال السنة الدراسية لكن كمان في الصيف. جذبناهم إن هم كمان يبقى لأولادهم الكبار في الجامعات أو في المعاهد، كذلك ليهم هم شخصيًا في الparents الأجازات نفسهم. بالضبط. يعني هم بعض الparents بقوا بيعتمدوا علينا كمان في الpre booking إن هم عايزين يودّوا ولادهم لعائلاتهم مثلًا، فبقوا بيعتمدوا على أوكي. schools متطمنين، هم already شايف عندهم خدمة عُملا بيقدر يتعامل معاها، شايف الprofile الكامل بتاعة السواق، فعارف عارف إن شركة بتقدر تتعامل في حاجة critical حساسة زي الأطفال، يقدر كمان يعتمد عليها كأسرة كمان. أوكي، تمام. طب أنتم في partnerships مع حاجات جاية، أو يعني إيه التخطيطات اللي جاية بعد كده؟ صحيح، إحنا مش بس الخطوات مش بس موجودة كpartnership، إحنا عندنا partnership مع أكتر من جهة، خصوصًا إن إحنا كمان جزء من Eduventure، أوكي. وهي أحد المستثمرين في schools، ودي أحد شركات نهضة مصر، ودي من كبار صناعة التعليم في مصر، أوكي طبعًا. والخبرة بشكل كبير جدًا، يمكن إحنا بنتعلم منهم كل يوم، الportfolio بتاعهم قوي جدًا،
فبالعكس يعني فتحوا لنا المجال بشكل كبير جدا ان احنا نبقى موجودين، وكمان في تراست فينا اكبر. اوكي تمام. انا سمعت او يعني عرفنا ان حضرتك ممكن تتوسعوا برا مصر ولا هي بس داخل مصر؟ صحيح، رحلة سكولز يمكن الحمد لله احنا مش بس بقى في اعتراف بينا جوه مصر، لكن احنا كمان رحلتنا بقى فيها اعترافات دولية. يعني احنا الحمد لله مختارين لنا من احسن 50 شركة موجودة في الشرق الاوسط والمينا ريجن عموما في اوكي 2022، وكذلك في 2024 رجعت الثقة اتجددت فينا. كذلك كنا اختارونا من أحسن 9 شركات موجودة في أفريقيا، ومثلنا ده مصر في فيفيا تك في فرنسا، وكسبنا الجايزة في فرنسا عن تكنولوجيا المناخ، وإن إحنا بنشارك في تخفيض الكربون في مصر. خصوصا إن إحنا كمان مش بس بقينا بنعتمد على العربيات سواء بنزين أو بل بالعكس عندنا توجه كمان 2027 تبقى أكتر من 60% من العربيات عندنا كهرباء، سواء كهرباء. باصات. اوكي بالظبط، بس بالظبط. وفي نفس الوقت ان احنا بنساعد الاولياء الامور، او بنساعد الامباكت ذات نفسه، ان احنا بنقدم خدمات تقدر ليها مردود اجتماعي على الاسره المصريه. اوكي كذلك احنا كنا مختارين من احسن 100 شركه موجوده على مستوى العالم، ومثلنا مصر في كاس العالم لرياده الاعمال في منتدى بيبان في السعوديه. ودي كانت بالنسبه لنا الصراحه ثقه كبيره جدا ان احنا نكون كمان ما فيش اعتراف بيها كمحليا، لكن كمان دوليا. دوليا. وده اللي خلانا الحمد لله دلوقتي بنتوسع في السعودية، وكذلك في قطر والكويت. اوكي طب احنا عايزين نعرف التيم طبعا ورا كل بروجكت ناجح صحيح. بيبقى فيه تيم. كان ايه الكور سكيلز اللي انتوا بتدوروا عليها في التيم بتاع سكولز؟ احنا بداية احنا اصدقاء، يعني الكو فاوندر هم اصدقاء. احنا اصدقاء اوكي من اكتر يمكن عبد المنصف سي تي او مع يعني نعرفهم بقاله 10 سنين، اكتر من 10 سنين. ده ايمن حمزة وهو سي ام او والادفايزر سكولز، انا اعرفه من ايام ما كنا في الجامعة، فاحنا داخلين في اكتر من 17 سنة. اوكي الكور بتاعنا في الشركة ان احنا كمان احنا بنعتمد اكتر على البني ادم. فبالنسبة لنا الشطارة احنا اوريدي كلنا بنتعلم وكلنا بنعلم بعضين، اوكي لكن ان انا اخلق صديق واخ جوه الشغل اكتر دي بكتير ان هو يبقى يعني موظف وخلاص. فعندنا صيغة ان هو يبقى مالك، نحس او انه في بيته يبقى كده. بالظبط هو يبقى شريك. هو فعليا كل اللي شغالين معانا هم شركاء جوه الشركه. اوكي فده اللي بيميزنا عن باقي. احنا اوريدي يمكن التيم اللي بدأ معانا هو المستمر معانا في خلال الرحله من 4 سنين، وده ان شاء الله اللي هيكبر معانا، وهو ده ده الرائد، ده الداعم، وده الاساس. يمكن احنا ككوفاوندر او بنسميهم الناس المسؤولين، مش بيقدموا قد اللي بيقدموا الناس اللي اصلا بنوا الفكره، اوكي وهم دول الاساس يعني. طيب حضرتك شايف هل المدارس بتستفيد بشكل مباشر من سكولز؟ طبعا، يعني احنا دلوقتي عندنا يمكن احنا بنقدم للمدارس، احنا اشتغلنا بي تو بي ان احنا بنقدم اوكي لهم الباصات والسواقين، وكذلك التكنولوجي الخاصه بسكولز. بلس ان احنا كمان عندنا سايز برودكت دلوقتي بنقدمه للمدارس اللي عندها الباصات الخاصه بيها، ان هي تقدر تدير بيهم حركه الباصات، وكذلك تدي عوامل امان اكتر او فاليو اكتر لولي الامر. اوكي طب هل ده اللي ممكن يمكن نشرح للناس ايه هو الساس برودكت او يعني الساس لو برودكت. ينفع؟ طبعا الساس برودكت هو نفس اللي بتقوم بيه سكولز كاوبريشن، لكن في الاول في الاخر بتبقى داشبورد، وكذلك ابلكيشن بيتقدم لولي الامر. وكذلك من ناحيه المدرسه ان هي بيبقى عندها علم كامل بكل اللي بيحصل جوه الباص، سواء بكاميرات بتبقى شايفه جوه الباص، بتبقى بتتراك كل الرحلات، اوكي بتقدر يعني تحط الدورات الخاصة بيها والأولاد، ويبقى شايفين مين اللي بيحضر ومين اللي ما بيحضرش. كذلك هي عملية إدارة حركة الباصات بالأولاد هي عملية صعبة، وفي نفس الوقت محتاجة عملية منظمة بشكل كبير اكيد جدا. طبعا بصراحة. بالظبط. اوكي فحضرتك شايف ان دي ممكن تبقى ادفانتج للمدارس ان احنا صحيح، نحط فيها صحيح. الساس هي مش برودكت؟ بس للمدارس لكن كمان للجامعات. وكذلك دي يمكن أول نقطة انطلاق بالنسبة لنا، هي دي النقطة اللي بننطلق بيها بره مصر، هي الساس برودكت اللي احنا بنقدمه للمدارس اللي عندها الفليت الخاصة بيها ان هي تقدر تدير حركة الباصات. خصوصا مع التحول التكنولوجي، او يبقى الديجيتال، ان كل الدول بقت حاسة ان هي فعليا في حاجة للتكنولوجي، وهي التكنولوجي فعليا بقت اساس كل حاجة، ده وبتسهل على حقيقي فعلا بصراحة. بالظبط.
بتسهل على المؤسسات التعليمية وبتسهل على ولي الأمر إن هي تبقى حياته ميسرة أكتر. طب بالنسبة للإكسبانشنز بتاع الطلاب، إيه البروسيس أو إيه اللي وصّلكم إن إحنا دلوقتي معانا 3000 طالب زي ما حضرتك قُلت لنا؟ هي صراحة كانت جزء كبير جدًا هي الword of mouth، ويمكن ده أي ولي أمر بيبقى بالنسبة له دي أهم حاجة. يمكن يعني كلنا أنا ولادي أهم حاجة في الدنيا أكيد بالنسبة لي. طبعًا الgroups فبالنسبة وكده. بالضبط، فبالنسبة لنا كانت جروب الماميز كانت حركة مهمة جدًا بالنسبة لنا، وده اللي خلّانا في بعض المدارس شغالين فيها B2C. إحنا بدأنا فيها بباص واحد، حاليًا إحنا فيها أكتر من 25 باص، أوكي. بس بنخدم ده أولياء الأمور فيها. بنقدم لهم خدمات، بنقدم لهم كل الطلبات اللي هم بيتطلبوها، كمان يبقى الموضوع flexible بالنسبة لهم، سواء بالنسبة لإن هم عندهم نفس الquality اللي بيقدر ياخدوه بيقدر يقسطوا المبالغ أقل. بنراعي الحتة الاجتماعية والحتة كمان المالية بالنسبة لولي الأمر، وهم بصراحة هي فعليًا الinstallments دي حاسة إن هي حاجة بالضبط. مدرسة ما فيش الكلام بالضبط، ده خالص. بالضبط، بالضبط، لإن هُم كمان في كتير من أولياء الأمور بقى حَس إن الvalue اللي إحنا بنقدر نقدّمه لولي الأمر، فابتدى إن هو كمان طَب أنتم ليه مش معانا؟ فابتدوا هُم كمان بيكوّنوا بعض. يعني أوكي. طيب الroute كبيرة، طَب ما إحنا ممكن الشارع أو الcompound بتاعنا ياخد باص لوحده، فبقت السنة اللي بعديها كده. في أوكي. بعض المدارس فعليًا كده. يعني إحنا يمكن الحمد لله بنقدر نتوسّع بشكل كبير جدًا. لان احنا كمان مش بس بنعتمد ان احنا كمان كبزنس، لكن احنا كمان عندنا سوشيال امباكت محتاجين ان احنا نطوره بشكل كبير جدا. أكيد. وسكولز يمكن جزء انتوا بصراحة you're من building a الحتة دي. community، يعني انتوا community مع بالظبط، بعض بالظبط. moms students بكله. مش بس كده يمكن سكولز دلوقتي عندها توجه كبير جدا، او من ساعة ما احنا بدأنا احنا الحمد لله بنقدر نخدم اولياء الامور. أكيد. كذلك بقى عندنا ان احنا اوريدي بنخدم المجتمع كمسألة توظيف. احنا عندنا مسألة توظيف المرأة شكل مهم جدا بالنسبة لنا. احنا الحمد لله كسكولز بنقدر نخلق حاليا عندنا اكتر من 175 وظيفة للمرأة كمشرفة، ودي بتساعدها كسالري التايم كمان وكذلك الشغل ان التايم هو كمان. الصبح بس. مظبوط، لان هي بتبقى مسؤوله عن ولاد توصيلهم، تقدر ترجع لو عندها أولاد. ظروف في البيت، لو وترجع توصلهم. كذلك عندنا اداره كامله من الفيميلز اللي هي بتدير الحركه اوكي. الخاصه بالمشرفات. ده بخلاف ان فعليا احنا جزء الفيميلز مهم جدا بالنسبه لنا، لان يعني اللي بيتعاملوا مع المامز. ايوه. احنا كرجاله مثلا بنتعامل مع يعني بناخد الفيدباك من زوجاتنا، ايوه. لكن النقطة هي هي النقطة في الرجاله بتبقى في الحتة دي. طول اليوم مظبوط. الشغل وكده. فده اللي خلانا الصراحة سنة ورا سنة بنكسب ثقة العميل، بنكسب ثقة الولاد ذات نفسهم إن هم يبقوا معانا ويبقوا مبسوطين. وكذلك فده اللي خلانا الصراحة بنتطور سنة ورا سنة، بنكسب عملاء أكتر. يمكن في خلال السنة الدراسية إحنا شهر ورا شهر بنكبر. كذلك حتى في الصيف احنا كمان مش بس بقينا بنخدم المدارس او المؤسسات التعليميه، لكن كمان معانا اكاديميات رياضيه، كمان اوكي، ده معانا حلو جدا. جمعيات اهليه بقينا بنخدمهم في الرحلات. وكمان بنقدر نخدم بعض الجمعيات الأهلية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، ودي جزء من المهام اللي بتقوم بيها سكولز، دي أو حلوة جدا الحتة اللي بصراحة. بنقدمها كحتة اجتماعية لدولتنا، اللي هي تستاهل حاجة زي كده الصراحة. بصراحة. وده اللي يمكن كمان لفت انتباه الشركات او المؤسسات العالميه للسكولز، ان هي مش بس بتقدم خدماتها وبتحاول تقدمها بشكل كويس وبتقدمها بكواليتي كويسه، لكن كمان اختياراتهم او الستبس اللي هي ماشيه فيها، وكمان السوشيال امباكت اللي هي بتقدمه للمجتمع المصري. أكيد. طيب بما إن إحنا دلوقتي بقينا في مجال الprogramming والAI وكل حاجة دلوقتي داخل فيها AI، إيه الtools اللي schools بتستخدمها كAI tools، أو إيه الtools اللي هي willing إنها تدخّلها عشان تساعد الparents بأفضل شكل؟ صحيح، احنا بنعتمد في سكولز على التكنولوجي اللي بتوفر لأولياء الأمور والمدارس كذلك عوامل الأمان بشكل كبير جدا. مسألة ال AI صراحة كانت طفرة بالنسبة لنا جدا، إن هي مسألة إن الروتس كانت الأول إحنا اللي بنحط الروتس، لكن حاليا ال AI هو اللي بيحط الروتس. يعني أوكي. إحنا اوريدي بنحط الطلبة وبنحط له الباصات، هو اوريدي بيكاريت الروتس ذات نفسها من بيوتهم لغاية المدرسة، وكذلك العكس. حته الكاميرات كمان احنا اوريدي عندنا كاميرات، اوريدي كانت كاميرات ثابته او هاردوير جوه كان بيقابلنا بعض المشاكل في اول سنه، ان احنا عندنا
عندنا الكاميرات ثابتة وبتقابلنا المشكلة الشبكة وقعت في الحتة فما بنقدرش أوكي. نشوف. حولناها لأي سمارت فون يقدر يقوم بمهام الكاميرا في أي حتة في الدنيا يقدر يشوف الكلام ده. وده خدمنا جدا في كساس برودكت بره مصر. كذلك الاي اي احنا كمان مسألة الكاميرات احنا بنشوف وعارفين ان في مشكله من ساعه ما بدانا مساله ان احنا نتاكد من صعود الطلبه ونزولهم من الباص. فحته الاي اي بقينا كمان دلوقتي بندخل حته ان الكاميرا كمان تقرا الوش بتاع الطالب وهو طالع الباص بيتأيد عندنا ان هو حضور او في المدرسه على الداشبورد ان هو طلع الباص إيه ده وهو فعلًا؟ نازل اوريدي الكاميرا. وده فعلا دي تكنولوجي موجوده. ده احنا الحمد لله دلوقتي فتطور خرافي فلازم نستغله. لازم بصراحة نستغله. يعني حوار واي الكاميرا بز ده جديد جدًا بالظبط فعلًا بصراحة، يعني بالظبط. ما ويمكن شُفتوش قبل ده كده. كمان اللي بيخلي الناس تتطور بشكل كبير جدا ويوفر وقتهم وكمان يديهم عوامل امان. مين فينا ما بيبقاش عايز يركز في شغله ويبقى بمقابل ان متطمن هو على يبقى ابنه. مطمن على اسرته ودي بالضبط. اهم حاجة بالنسبة لنا كلنا. أنتم بقيتوا مطمنينهم من كل النواحي، مدرسة بالظبط وتمارين بالظبط. وكل حاجة احنا بصراحة. كمان بنحاول ان احنا ندخل التكنولوجي في كل حاجة اللي هي تزود عوامل الامان. وكمان عندنا جزئية ان احنا كمان ان ندي فاليو للأسرة المصرية ان هي تبقى اوريدي مطمنة على اولادها وكذلك هي تبقى معانا. لان احنا كمان مش بس كده احنا كمان ما بقيناش بس عن توصيل ولادهم لكن هم شخصيا بقوا بيطلبوا مننا ان احنا نوصلهم لاشغال. أوكي. بس يعني بصراحة يعني صحيح. خلاص الحمد كل لله. حاجة دلوقتي أنتم بقيتوا مع الأسرة في كل النواحي. صحيح لان احنا جزء منه. وان فعليا احنا محتاجين في الفتره دي تكاتف كبير جدا من الشركات ومن الافراد ان هي تتكاتف عشان مصلحه الدوله المصريه. مش بس كده ان احنا كمان نكون بنتطور ان احنا كمان نقدم خدماتنا بره مصر. ونقطة بره مصر أو السكيلينج بره مصر هي في خطوة مهمة جدا وفي نفس الوقت لازم تكون محسوبة ومدروسة. وهو ده الحمد لله يمكن أول خطوة لينا الفترة اللي جاية أو السنة دي الحمد لله إن احنا نكون موجودين في السعودية. وفي دعم كبير جدا يمكن احنا اوريدي يمكن السعودية قريبة مننا كان في يعني انفستور من انجل انفستور صديق. هو اوريدي من الداعمين لسكولز وكان جزء من سكولز من نشأتها من ساعة ما هي كانت فاركة. أوكي. فالصراحة دي عشان كده كانت أول خطوة بالنسبة لنا. درسنا السوق في السعودية بشكل كبير جدا. في دعم من الدولة من المملكة العربية السعودية لسكولز دلوقتي إن هي تبقى موجودة في في السعودية. المملكة. فالصراحة رؤية 2030 بالنسبة للمملكة مهمة جدا وهم فعليا محققين نجاحات بشكل كبير. أوكي. فنتمنى إن احنا نكون جزء من النجاح ده يعني إن شاء الله إن بصراحة. شاء الله. أنا باشكر حضرتك جدًا يا مستر حسني على وجودك معانا النهارده ونورتنا، وأتمنى تكون المعلومات تكون فادت كل الparents اللي بيسمعونا. بالعكس انا مبسوط جدا والله بوجودي معاكم واتمنى ان انا كان حضوري مفيد وكذلك اتمنى ان سكولز تكون بتقدم فاليو حقيقيه زي ما احنا بنتمنى نقدمها. أكيد ونتمنى في الفتره اللي جايه تكون بتقدم فاليو اكبر وتكون على قد الشرف ان احنا نكون موجودين هنا. إن شاء الله أكيد. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهارده، واستنونا في حلقة جديدة من بودكاست إديوناس.